السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب في كل مكان، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وعافية. طلاب تانية ثانوي وبكالوريا، أهلا بيكم في المنهج الجديد. إن شاء الله النهاردة يا جماعة هنبدأ الدرس الأول. إحنا أوريدي خلاص نزلنا بيه على أرض الواقع، ونزلنا فيه من امبارح، وتقريبا اشتغلنا على أرض الواقع من امبارح. النهاردة بنسجل لك أول فيديو لأول درس إن شاء الله. مبدئيا بس قبل ما نتكلم في المنهج بتاعنا أو نتكلم في الدرس بتاعنا، أنت لازم تبقى عارف إن الناس بتخوفك بس من المنهج. المنهج ما هو إلا حاجة. هو زمان كانت الفيزياء معتمده اعتماد كامل ان كان بيكون فيها كم كبير جدا من المسائل، لكن انا من وجهه نظري الشخصيه ان بدات الفيزياء تتجه ان هي تكون فيزياء اكتر ما هي تكون مايله للرياضه. فحضرتك الناس اللي بتقول لك ان الفيزياء مليانه رياضه في سنه ثانيه ثانوي بالذات، لا طبعا ما فيش الكلام ده خالص. الراجل حاول بقدر الامكان ان هو يدرس لك ماده علميه بعيدا عن التعقيد الرياضي او اي حاجه من دي. فمبدئيا صلوا بينا على النبي وتعالوا نتوكل على الله ونشتغل واحده واحده. اولا المنهج بتاعنا عباره عن اول باب بيتكلم عن حاجه اسمها الميكانيكا. الناس فاكره ان قصه الميكانيكا دي في المطلق هي قصه الرياضه. اصلا الميكانيكا ده يا جماعه فرع من فروع الفيزياء، وهو كان بيتاخد في الرياضه. الميكانيكا في المطلق هي رياضه وفي منها جزء فيزياء، بس احنا لازم نبقى عارفين ان هي اصلا فيزيائيا اكتر. اول درس بالنسبه لي بيتكلم على حاجه اسمها متجهات السرعه والسرعه النسبيه. في كتاب المدرسه حضرتك لما جينا نتكلم في الاول خالص على السرعه والسرعه النسبيه، الراجل اول ما نزل الكتاب بتاعه سالك شويه اسئله. هنا الفكره كلها، اول سؤال بيقول لك ايه؟ حضرتك مثلا على سبيل المثال لو انا واقف في عز الشتاء، واقف والعربيه اللي انا راكبها بتاعتي كانت واقفه، فالطبيعي ان انت بتشوف قطرات الميه نازله فين؟ في خط مستقيم كده، مظبوط؟ طيب لو انا مثلا على سبيل المثال راكب الطياره والطياره دي طالعه في خط كده قدامي، هل الطياره دي وهي ماشيه بتفضل ماشيه في خط مستقيم؟ طبعا دي كلها اسئله احنا بنسالها لك. رقم ثلاثة، هل مثلا لما بيكون في سفينه معديه في الميه، هل لو هي خدت القرار ان هي تمشي في خط مستقيم هتفضل ماشيه في خط مستقيم؟ طبعا الاجابه على كل الاسئله دي طبعا الاجابه لا. ليه؟ لان المفروض ان بيكون في مؤثرات تانية خارجيه عليها زي الرياح، زي التيارات المائيه، زي حاجات كتير قوي. الحاجات دي يا جماعه بقى مجرد ما احنا شفناها بدات تغير من مسار الحركه بتاعه الجسم بتاعنا. يعني مثلا لو انا سالتك سؤال هنا، ده المفروض في العادي قطرات الميه اللي بتبقى نازله بالمنظر ده. طيب لو هي نازله على حاجه ساكنه فانت هتبقى شايفها بالمنظر ده. طب لو احنا بقى كان عندنا الحاجه بتاعتنا كانت ماشيه، يعني ايه ماشيه؟ يعني احنا مثلا عندنا اتوبيس ماشي، فتلاقي حضرتك قطرات الميه ما بتبقاش كده، قطرات الميه بتاخد المنظر اللي قدامك ده. ليه خدت المنظر ده؟ ده اللي ان شاء الله هنبدا ندرسه في اول درس باذن الله. حاجه تانية، حضرتك مثلا لو انا عندي مثلا بيقول لك عندك هنا عباره او عندك سفينه او اي حاجه من دي، يعني مثلا بيقول لك ايه؟ لو دي عباره المفروض ان هي كانت مثلا نفسها في حياتها تمشي كده، يعني مثلا ده المكان بتاع المرسى بتاعتها. ليه؟ ايه اللي خلاها تمشي كده وتغير اتجاهها؟ اكيد كان في شويه حاجات هي اللي اثرت عليها. الاجابه على هذه الالغاز نحتاج الى اداه جديده تسمى ايه؟ المتجهات. يبقى انا قبل ما اشتغل في اي حاجه لازم اكون عارف ان انت لما بتغير مسارك بيكون اثر عليك حاجه. الحاجه دي غالبا بتكون قوه، بتكون سرعه، بتكون ازاحه، فانت لازم تكون عارف يعني ايه كلمه متجهات. لو انت بصيت لي بقى في الفيديو اللي قبل ده على طول، احنا اصلا كنا شرحنا يعني ايه متجه، شرحنا يعني ايه سرعه، شرحنا يعني ايه كل حاجه من الحاجات دي، بس احنا هنرجع نعيد لك الحاجات دي تاني بشكل تاني وبشكل احسن كتير. فاحنا اول حاجه هنعملها النهارده ان شاء الله ان احنا نفرق ما بين الكميات القياسيه والكميات الايه؟ المتجهه. صليتوا بينا على النبي يا اولاد؟ حلو. اول حاجه احنا هنعمل حاجه اسمها تصنيف الكميات الفيزيائيه حسب المقدار والاتجاه. اولا احنا عندنا كميات تسمى كميات قياسيه، والكميات القياسيه كميات تعرف بمقدارها فقط. يعني ايه بمقدارها فقط؟ يعني من الاخر هي ملهاش اتجاه. يعني مثلا لو انا سالتك يا حضرتك انت بيتكم فين؟ فهتقول لي بيتنا بيبعد عن المكان اللي انا فيه ده مسافه مقدارها 100 متر. بس لو سالتك 100 متر فين بالظبط فتقول لي 100 متر من هنا. كلمه من هنا دي ما بقتش مسافه، بقت حاجه اسمها ازاحه، لان الازاحه ساعتها بقى لها مقدار وايه؟ واتجاه. يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي الحاجه اللي لها مقدار زي المسافه، الحاجه اللي لها مقدار واتجاه زي الازاحه. هل حضرتك لما نجيبك كده ونحطك على ميزان ونبدا نقيسك، هل حضرتك لو انا سالتك انت كتلتك بكام هترد عليا تقول لي كتلتي بكذا في اتجاه الجنوب الغربي؟ لا طبعا، عشان الكتله ملهاش ايه؟ ملهاش اتجاه. يبقى ده كمان ليس له اتجاه. طيب تعالى مثلا نروح الناحيه الثانيه، العجله، السرعه، القوه، اي حاجه من الحاجات دي تعتبر بالنسبه لي حاجات لها كميه ايه؟ متجهه، لانها لها فعلا يا اولاد ايه؟ مقدار واتجاه. طب بمعنى ايه بقى لها مقدار واتجاه؟ خليني اقول لك. مثلا على سبيل المثال انا لو سالتك انت ماشي عربيتك بسرعه كام؟ فانت ممكن تقول لي سرعتي 50 كيلو متر في الساعه، فانا اقول لك انت رايح فين؟ تقول لي 50 كيلو متر في الساعه في اتجاه القاهره، في اتجاه اسكندريه، شمالا، جنوبا، شرقا، غربا. هو ده اللي بيحصل بالظبط. خلاص؟ فبالنسبه لي دلوقتي انا عندي هنا حاجه اسمها الزمن، حاجه اسمها السرعه القياسيه، كل الحاجات دي اسمها ايه؟ كميات قياسيه.
نيجي للمعلومه اللي بعد كده. ايه اصلا الفرق بين كلمه ازاحه وكلمه مسافه؟ وده كلام هيساعدنا عموما في المطلق، يعني مش شرط في الدرس بتاع النهارده، احنا بيساعدنا في العموم. قال لك الازاحه هي اقصر خط مستقيم يصل بين نقطه البدايه ونقطه النهايه لحركه الجسم، وهي كميه متجهه وقد تكون موجبه او تكون سالبه او تساوي الصفر. طيب يعني ايه مسافه بقى؟ المسافه هي مقدار حركه الجسم الكليه بغض النظر عن اتجاهها، مش فارق معايا. تعال ادي لك مثال. تعال نفترض مثلا ان انا ده البيت بتاعي وده المدرسه او ايا كان المكان اللي انا رايحه ده بالظبط. حضرتك ده نقطه البدايه بتاعتي وده نقطه النهايه بتاعتي. لو انا سالتك ان انا وانا رايح البيت بتاعي رحت واخد بعدي وخدت القرار ان انا امشي بالمنظر اللي هو ماشي لي فيه ده، حلو، وانا ماشي رحت رايح معدي على العربيه بتاعت الحاجه بتاعت الفشار ولا بتاعت اي حاجه، بعد ما عديت عليها رحت واخد بعضك ورايح لحد المدرسه بتاعتك بالمنظر ده. ده الطريق اللي انت سلكته، فاللي انا مشيته ده بيسموه مسافه. ولكن لو انا حددت النقطه بتاعت البدايه وحددت النقطه بتاعت النهايه وشديت ما بينهم خط مستقيم يا ولاد بالمنظر ده، ساعتها ايه اللي يحصل؟ ساعتها ممكن نقول ان انا لما وصلت نقطه من البدايه لحد نقطه للنهايه عملت حاجه اسمها ايه؟ ازاحه. فلما اجي اسالك الازاحه بكام تقول لي هي طول القطعه المستقيمه دي واتجاهها من البدايه للنهايه اللي هو من A الى B. قال لك هنا ايه؟ خلي بالك من الملحوظه دي، بيقول لك ايه؟ لاحظ انه لا يشترط ان يكون المسار المعبر عن الازاحه مسار كالسلوك الجسم. ده حقيقه، يعني انا اصلا ما مشيتش كده. يعني تخيل مثلا كان هنا في يعني بيوت تانية ومدارس ومش عارف ايه وطرق مقفوله وبتاع، ما كانش قدامي السكه ان انا امشي طوالي، كنت لازم امشي بالطريق اللي قدامي ده. فمش لازم خالص ان الازاحه انت تكون مشيتها. الازاحه هي اقصر خط مستقيم بين البدايه والنهايه وهي كميه متجهه. حلو، شوف النقطه اللي بعد كده بيقول لك ايه. لو انا دلوقتي بقى يا اولاد عايز اتكلم على كلمه متجهات في المطلق، يقول لك تعالى نفترض ان احنا دلوقتي عندنا جسم بالمنظر ده، والجسم ده انا اثرت عليه بقوتين. جبنا واحد هنا كده وقلنا له شد لنا يا عم الحاج الجسم ده، ورحنا جبنا واحد تاني من المنظر ده وقلنا له ايه؟ شد لنا الجسم ده. طب الراجل ده يا جماعه لما يشد الجسم ده والراجل ده يشد الجسم ده، انا ساعتها اعمل ايه؟ اقول لك الراجل ده بيشد بقوه مقدارها 30 والراجل ده كمان بيشد بقوه مقدارها 20. فاحنا في المطلق لو قعدنا نتفرج على الراجل ده في الاخر نسالك هو رايح فين؟ تقول لي والله الجسم ده كلته كده هيروح الاتجاه ده، وفعلا كانت المحصله بتساوي 50. يعني انا عملت ايه؟ جمعت الاثنين مع بعض. يبقى انا دلوقتي لو معايا على سبيل المثال ده قوه، سرعه، ازاحه، ايا كان هي كميه متجهه، وده كمان قوه، سرعه، ازاحه، هي برضو كميه ايه؟ متجهه. فلما انا اقوم قايل A زائد B، دول كميتين مالهم يا جماعه؟ كميتين متجهتين. طب والاثنين في نفس الاتجاه يبقى انا اعمل ايه؟ اجمع A زائد B وساعتها هنطلع حاجه اسمها متجه اسمه C اللي هو بمجموع الاثنين مع بعض. طب عندي سؤال، لو حد خد باله من الرسمه نفسها، لو انا افترضت ان الحته دي كانت ده مربع 2 3، لو انا كبرتها خالص كده 1 2 3 4 5 6 7 8 مربعات مثلا، هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مربعات مثلا. حضرتك لو خدت بالك دول كانوا 8 ودول كانوا 9. لما انا حطيت الاثنين مع بعض خدوا من اول البدايه لنقطه النهايه. فواحد يسال سؤال بقى حلو، اشمعنى؟ اقول لك انا عشان يا محترم احنا معانا معلومتين لازم تعرفهم. المعلومه الاولانيه ان طول القطعه المستقيمه هي المقدار، حلو، والسهم هو يمثل الاتجاه، حلو كده. يبقى انا دلوقتي عرفت ليه الرسمه دي كانت كده. ماشي، نرجع تاني للمرجعونه ونشوف. لو انا عندي خلاص يبقى كده اتفقنا ان لو انا عندي متجهين في نفس الاتجاه بعمل عمليه ايه؟ جمع. مظبوط. نيجي الناحيه الثانيه، لو هما الاثنين في عكس الاتجاه، يعني الزاويه ما بينهم عامله كام؟ 180. فده الجسم بتاعنا زي ما اتفقنا. الجسم بتاعنا ده احنا اثرنا عليه بقوه في هذا الاتجاه، يعني واحد هنا اهو بيشد بالايه؟ بقوه مقدارها 30 نيوتن، وفي واحد الناحيه الثانيه بيشد الناحيه دي قوته كام؟ 20 نيوتن. هل الاثنين دول قد بعض؟ لا. طب لو الاثنين قد بعض ساعتها الجسم ده مش هيتحرك من مكانه. حلو. لكن انا دلوقتي عندي واحد بيشد كده وواحد بيشد كده، خلينا نفترض ان ده حد اقوى وده حد اضعف. في الاخر مين اللي هيكسب؟ اكيد اللي هيكسب هو الراجل الاقوى. فبالنسبه لي لو انا سالتك المحصله بكام هتقول لي هنقول له 30 ناقص 20 يساوي 10 نيوتن، واتجاهها فين يا اولاد؟ مع الاكبر. يبقى الاتجاه مع الاكبر. طب انا لو بصيت هنا هلاقي ان ده متجه وده متجه. حضرتك ده على سبيل المثال كان ليه قيمه وده كمان كان ليه قيمه. الملخص بتاع الكلام لو معاك متجه ومعايا متجه تاني والاثنين عكس بعض، غالبا هنعمل هنا عمليه ايه؟ طرح.
يبقى احنا في اللي هناك عملنا عمليه جمع، هنا عملنا عمليه ايه؟ طرح. طيب لو انا بقى جيت لحاجه اسمها قوتان متعامدتان. طيب خلينا الاول قبل ما نكلمك في النقطه اللي هنا دي، ماشي، نرجع بس هنا لمرجوع بسيط كده. لو انا دلوقتي نفس الكلام عندي جسم بالمنظر ده واثرت عليه بقوه في هذا الاتجاه، ماشي، واثرت عليه بقوه ثانيه في هذا الاتجاه، هنا مثلا 3 نيوتن، هنا مثلا 4 نيوتن. السؤال هنا، هل الجسم ده هيروح مع الثلاثه؟ طبعا لا. طب هيروح مع الاربعه؟ برضه لا. امال هيروح فين؟ قال لك هيروح في النص بالمنظر ده. فساعتها حضرتك لو طلبت منك انك تجيب لي القوه المحصله، هتقول لي ان القوه المحصله بتساوي الجذر التربيعي ل 3 تربيع زائد 4 تربيع، يطلع 5 ايه؟ 5 نيوتن. حلو. فين ال 5 نيوتن؟ في اتجاه اسمه الشمال الشرقي. والكلام ده احنا قلناه في الفيديو اللي فاتت لما رسمنا الحته دي كده، وقلنا هنا شمال وهنا شرق وهنا جنوب وهنا ايه؟ وهنا غرب. كلام جميل. طيب عندنا سؤال تاني مهم شويه يا اولاد، وركزوا لي في الحته اللي انا هقولها دي. لو انا دلوقتي عايز اعرف الزاويه اللي مال بيها على الافق اللي هي دي، يقول لك كان في معلومه بتقول ان يمكن نقل المتجه من مكان لاخر دون ان يتغير اتجاهه. يعني ايه؟ صليت على النبي الاول. حضرتك انا مثلا على سبيل المثال ادي لك مثال عشان تفهم. انا رحت جايب قوه في هذا الاتجاه مقدارها مثلا 3 نيوتن، وده الجسم بتاعنا اللي احنا بنتكلم عنه، واثرنا عليه بقوه في هذا الاتجاه بقوه مقدارها 4 نيوتن. السؤال الاول، تعرف تجيب لي القوه المحصله؟ القوه المحصله هتساوي الجذر التربيعي ل 3 تربيع زائد 4 تربيع، يطلع 5 نيوتن. كده انا جبت المقدار. طب فين الاتجاه؟ قال لك الاتجاه هيكون هنا، هو في النص بس ناحيه القوه الاكبر شويه. يعني ده كام؟ 5 نيوتن. طب لو انا عايز اجيب الزاويه دي بقى، شوف يا سيدي اللي انا قلته من شويه ايه؟ ان يمكن نقل المتجه من مكان الى اخر دون ان يتغير اتجاهه. يعني انا ممكن يا جماعه ممكن اشيل حته القطعه المستقيمه دي خالص من مكانها وادحرجها لحد اشيلها كده 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 لحد ما اجيبها هنا بالمنظر ده. بس اهم حاجه احافظ على ايه؟ احافظ على اتجاهها. هنا بقى كام؟ هنا كان في 4 حطينا الاربعه، وهنا كان في كام؟ 3. بقى عندك مثلث ممكن تشتغل بيه فيثاغورس. من الاخر كده، عشان تجيب زاويه لازم تقفل مثلث. ده خلاصه القول. يعني انت يا استاذ عايز تجيب زاويه، طالما في منتجات متعامده وعايز تجيب زاويه، رقم 1 لازم تقفل لي مثلث. ليه؟ عشان تشتغل بقاعده فيثاغورس اللي اتكلمنا عنها قبل كده. طيب يبقى انا دلوقتي لو عايز اجيب ده اقول له ايه؟ انا عايز اجيب الزاويه دي، معايا الضلع ده والضلع ده والضلع ده، يبقى ساعتها اقول له ساين سيتا هتساوي المقابل على الوتر. فين المقابل بتاع الزاويه دي؟ 4. فين الوتر؟ 5. ساعتها اكتب على الآلة الحاسبة شيفت ساين 4 على 5 يساوي، وبالآلة الحاسبة نطلع السيتا بتاعتنا بكل ايه؟ بكل بساطة. كده انا رسمت لك او فهمتك الحتة بتاعت ايه؟ لو انا معايا قوتين بنفس المنظر متعامدين على بعض. طب عندنا سؤال تاني، هنرجع للفيديو بتاعنا او هنرجع كمان للملف بتاعنا كمان شوية، بس ركز معايا شوية في اللي انا هقوله. تخيل كده ان انا معايا المرة دي لا معايا القوة دي ولا القوة دي. انا كل اللي عملته ان انا اديتك المحصلة بتاعتك، قلت لك ده 5 نيوتن. حلو. ورحت قايل لك معلومه بسيطه خالص، اللي هي ان كانت المحصله دي بتميل على الافقي بزاويه مقدارها 30 درجه. تعرف تجيب لي انت بقى المتجهين اللي كانوا على محور اكس ومحور واي، اللي هو المتجه اللي كان على محور السينات ومحور الصادات؟ اعرف. يقول لك في معلومه بتقول ايه بقى؟ مطرح ما الزاويه تنام حط جيب التمام. بص يا سيدي، كلمة جيب تمام يعني كوزين الزاوية. حلو قوي. تعال نلعب اللعبة. هنا في كام؟ طبعا انت عايز المتجه اللي هنا والمتجه اللي هنا. هنا في 5 يبقى تحط لي هنا 5. هنا في 5 يبقى تحط لي هنا كمان 5. حلو كده؟ حلو الكلام. الزاوية نايمة الناحية دي ولا نايمة الناحية دي؟ نايمة الناحية دي، يبقى تحط لي هنا كوزين 30. طب عايز تجيب اللي هنا؟ ما انت حطيت هنا كوزين، يبقى فوق كام؟ ساين 30. آلة حاسبة هطلع دي، آلة حاسبة هطلع دي. حلو كده؟
كده انا فهمت. لو انا معايا الاثنين وعايز اجيب الثالثه باخد الجذر التربيع للاثنين تحت الجذر تربيع. حلو. طب لو انا عايز اجيب الاثنين اللي ضايعين اقول له مطرح ما الزاويه تنام احط مين؟ جيب التمام. توكلنا على الله. نرجع تاني للملف بتاعنا. الراجل هنا بيقول لي تحليل السرعه هي تفكيك اللغز الى مركبتين. يعني ايه؟ يعني بص يا سيدي، لو الراجل جاب لي المحصله زي ما انا قلت لك من شويه كده، انا دلوقتي اديتك الفي المحصله، عايزك تجيب لي في اكس وفي واي، يبقى انا لازم ادي لك سيتا. وشوف المركبه الافقيه الموازيه لضفه النهر، يعني لو افترضنا ان الجسم بتاعنا كان ماشي كده وهو اثرنا عليه في هذا الاتجاه برياح مثلا، يعني دي اسمها رياح، وده مثلا كانت سرعه القارب او سرعه العبار او غيره. الطبيعي ان هي لا راح هنا ولا هنا، انا كل اللي قلته لك ان هي ماشيه بسرعه مقدارها كذا تامين على الافق بزاويه كذا. مطرح ما الزاويه تنام يبقى نحط له هنا في داش كوزين السيتا، يبقى فوق في داش ساين السيتا، نفس اللي احنا شرحناه هناك اهو. المركبه الافقيه تبقى عباره عن في كوزين السيتا، والمركبه الراسيه عباره عن مين؟ في ساين السيتا. نتعامل مع كل محور على حده ثم نعيد الايه؟ الترتيب. بص يا سيدي، حضرتك انت كان عندك نظريه فيثاغورس، خلينا نفكرك بيها. حضرتك ده كان اسمه الوتر، لو دي اسمها الزاويه سيتا فده كان اسمه المقابل، ده كان بالنسبه لي اسمه المجاور. كان ده تربيع بيساوي ده تربيع زائد ده تربيع، فكان حضرتك هنا ده بيطلع 5، لو ده 3 وده 4 كان ده 5، لان كنا هنقول الجذر التربيعي ل 3 تربيع زائد 4 تربيع يساوي 5 نيوتن. طيب قال لك لايجاد مقدار السرعه المحصله للمتجهين كنا بناخد مين؟ الجذر. تمام كده؟ ركز لي في المعلومه اللي جايه دي. بيقول لك عندما يتاثر الجسم بحركتين في وقت واحد، يعني حضرتك هنفترض ان ده الجسم بتاعنا كان هنا كده. حلو. عندما يتاثر الجسم بحركتين في وقت واحد مثل محرك القارب او تيار، زي مثلا ان انا عندي قارب والقارب كان ماشي كده، في هنا محرك القارب هو اللي مخليني امشي كده. حلو. وتيار النهر كان جاي كده، يبقى هنا في تيار النهر اللي هو النار، عفوا الميه بتاعت البحر كانت بتزق كده. فالطبيعي ان هو طالما في حاجه كده وحاجه كده عمره في حياته ما يمشي فين؟ في نفس الاتجاه. فساعتها احنا بنعمل ايه؟ المفروض ان انت هتاخد المحصله بتاعت المنظر. المحصله بتاعتك ايه؟ هناخد الجذر التربيعي لده تربيع زي ده تربيع زي ما قلت لك من شويه. حلو. تعالى بقى نشوف مثال على اللي انا بقوله ده. ده سؤال او ده مثال كتاب المدرسه. بيقول لك ايه؟ عندنا القارب كان سرعته 4 متر كل ثانيه. ده القارب بتاعنا اهو، ماشي يا جماعه، كان ماشي في هذا الاتجاه بسرعه مقدارها 4 متر كل ثانيه. وبعدين قال لي كان في سرعه تيار النهر كانت عموديه عليه بالمنظر ده. انت قدامك سكتين سفر يا حاج، يعني يا اما الرسمه بتكون جايه لك اصلا يا اما انت اللي بترسمها. طبعا انا على ارض الواقع ما رسمتش كده. واحد يقول لي يا مستر هو اكيد ما كانش كده. اقول لك انا ممكن نقول ان كان القارب بتاعنا اهو كان ماشي في هذا الاتجاه وراح جاي النهر او تيار النهر زقه كده، فالمفروض ان هو يزقه كده. حلو. ساعتها ممكن نقول ايه يا اولاد؟ ان هنا كان ال 4 متر كل ثانيه وهنا ال 3 متر كل ثانيه. فالطبيعي لما اجي اسالك اقول لك القارب راح فين؟ تقول لي اكيد راح في النص. حصل، هو ده اللي حصل بالظبط. فالقارب بعد شويه هيكون هنا كده. القارب ده لو عايزين نجيب سرعته بقى هنقول له ان الفي داش اللي هي السرعه النسبيه هتساوي 3 تربيع زائد 4 تربيع يطلع كام؟ 5 نيوتن. حلو الكلام. نرجع تاني. الراجل هنا بيقول لي عايزينك تجيب لنا الخمسه ايه السرعه بتاعته بكام؟ قال لك استراتيجيه الحل انك انت لازم ترسم مثلث فيثاغورس. طبعا الرسمه دي لو هي مش ماشيه معاك قوي، بص يمكن نقل متجه من مكان الى اخر. بص لو انا رجعت ده هنا كده، ايه الفرق بين الرسمه اللي انا راسمها دي او اللي هو راسمها دي واللي انا رسمتها هناك؟ ما هي ما انت لو اعتبرت ان ده مش موجود بقت الرسمه بتاعتك زي ما انا قلت لك. هنا كان في 3، هنا كان في 3 متر كل ثانيه، وعندك هنا كان فيها 4. 3 و4 يطلعوا لي كام؟ 5 نيوتن باستخدام فيثاغورس. الراجل قال لي اهو 3 تربيع زائد 4 تربيع يطلع كام؟ جذر 25 اللي هي تطلع 5 متر كل ثانيه. اذا سرعه القارب بالنسبه لضفه النهر اصبحت كام؟ 5 متر كل ثانيه بس في مسار مائل اللي هو كان فين؟ على سبيل المثال في اتجاه الشمال الشرقي. تمام؟ طيب تعال نشوف مثال تاني كده.
ده مراقب، واحد واقف بيبص على حاجه، واحد جايب الكرسي بتاعه وقاعد على القهوه. حلو، فده بنسميه اهو يا اولاد مراقب ساكن. ماله بقى الاستاذ المراقب الساكن؟ اقول لك، بيقول لك هنا الراجل ده بيبص على القطر، يعني الراجل ده اهو مراقب على الارض ثابت، بيراقب واحد راكب في قطر متحرك زي ما انت شايف. فاحنا عايزين نجيب السرعه النسبيه للجسم ب بالنسبه للمراقب ايه تساوي سرعه الجسم مطروحا منها سرعه مين؟ المراقب. الكلام ده احنا كنا شرحناه في الاساسيات، اللي هو كان عباره عن ايه؟ لو دي يا جماعه اتوبيس، عربيه، قطر، ايا كان، والراجل ده ماشي في هذا الاتجاه بسرعه مقدارها 50 متر لكل ثانيه، وده المراقب بتاعنا اللي بيراقب الليله دي كلها. لو الراجل ده ساكن، فحضرتك لو انا سالتك لو ده بي وده ايه، فلو انا جيت سالتك هي السرعه بتاعه بي بالنسبه لايه بتساوي كام، فتقول لي 50. هو حقيقه انت هتطرح سرعه الجسم ناقص سرعه المراقب، اللي هي 50 ناقص 0 يطلع كام؟ 50 متر كل ثانيه. تعال نتفرج على الكلام اللي قدامي ده كده هنا اهو. قال لك ان انت لو عايز تعرف سرعه ده بالنسبه لده اللي هو مين؟ في اي بالنسبه لبي، يبقى ده بالنسبه لي كان ايه وده بالنسبه لي كان بي. يبقى لو انا عايز اجيب سرعه ايه بالنسبه لبي اطرح له سرعه ايه ناقص سرعه بي، او سرعه بي ناقص سرعه ايه. هو كان عايز سرعه ايه بالنسبه لبي، يبقى انا المراقب بالنسبه لي شايفه بكام؟ تقول لي السرعه الكبيره ناقص السرعه الصغيره. طيب بيقول لك هنا ان السرعه النسبيه هي متجهات غير حقيقيه طبعا. اللي بره ده بيبقى اسمه السرعه النسبيه، ده بيبقى اسمه سرعه الجسم، ده بيبقى اسمه سرعه الايه؟ المراقب. زي ما قلت لك كده، يبقى انا لو عايز اجيب الفي اي بي هي عباره عن في اي ناقص في بي، زي ما كتبت لك بالعربي من شويه، اللي هي سرعه الجسم ناقص سرعه مين؟ المراقب. تمام كده؟ في هنا ملاحظه لازم تخلي بالك منها، ان الاشاره في القانون دايما سالبه، ولكن اشاره السرعات لا نعوض بها لا تعتمد على اتجاه الايه؟ الحركه، لان كلمه سالب ما هي الا اتجاه فقط. حلو، ولكن الاشاره اللي في القانون دايما سالب. يعني ايه؟ بص انت لو مش فاهم تعالى افهمك. بص انا دلوقتي معايا اتنين ماشيين في نفس الاتجاه صح؟ حضرتك كده كده القانون عباره عن ايه؟ في سالب. السالب ده يا جماعه اساسي. هو عباره عن ايه؟ لو ده ماشي وده ماشي انا هاخد السرعه بتاعت الكبيره السرعه بتاعت الصغير، هي عباره عن موجب في اي لان الاثنين ماشيين مع بعض، يبقى في اي بالموجب ناقص الفي بي. الناقص ده بتاع القانون ملوش علاقه بحاجه. طب لو الراجل عكس اتجاهه، يعني في عربيه منهم عكس اتجاهها، لو الراجل ده كان ماشي في اتجاه موجب فالتاني ماشي في اتجاه ايه؟ سالب. كده كده السالب موجود. فبص كده هنا في الحته دي بقى هنا سالب وفي سالب بعده، عشان كده احنا كنا مالهم بنجمعهم. والسؤال ده احنا قلناه اللي هو كان ايه؟ لو مثلا عندي عربيه وده مراقب، وحضرتك الراجل ده كان ماشي في هذا الاتجاه بخمسه والراجل كان ماشي في هذا الاتجاه ب 20، كنت بتقولي ساعتها ان السرعه هنا بتساوي كام؟ 15، اللي هو ده ناقص ده. جه الكلام ده منين؟ ما هو ده موجب 20 وده كمان موجب 5، بس الاشاره اللي في النص بتاعت القانون سالب، يطلع 15، يبقى السرعه النسبيه هنا كانت ب 15. طب لو كان عندنا ان الراجل ده ماشي كده والعربيه دي كانت ماشيه في الاتجاه ده، طيب ده كان ماشي بخمسه وده كان ماشي ب 20، ال 20 دلوقتي موجب والخمسه دلوقتي في نفس اتجاه ال 20 ولا عكسها؟ عكسها، اللي هي سالب 5. وفي سالب في القانون، سالب في سالب بموجب تطلع الاجابه بكام؟ ب 25. كده احنا فهمنا حته الايه؟ المحصله بتاعتك سواء مع بعض عكس بعض. طيب هنا عندنا معلومه بيقول لي ايه؟ لو عايز احسب محصله متجهين متعامدين زي ما قلنا من شويه، احنا لو ده قوه شد وده قوه وزن، حضرتك احنا بناخد المحصله فين؟ في النص. وبنجيبها منين؟ عن طريق فيثاغورس، يا اما عن طريق متوازي الاضلاع. طبعا هنا ده كلام يقلب شويه للرياضه، بس يعني ايه حاول تفهم. يعني لو انت معاك المنظر اللي قدامك ده، هو قال لك هنا انت ايه؟ هجيب الفي المحصله كده يكون اتجاه المحصله من نقطه التقاء الديلين، يعني بيكون من هنا اهو ونطلع المحصله بتاعتنا زي ما انت شايف كده. تمام؟ او انك تلعب لعبه ثانيه اللي هي ايه؟ تاخد تحريك احد المتجهين لتوصيل ذيل احداهما براس الاخر. يعني ايه؟ بص شايف ده كان مين؟ كان قوه الشد. انت ممكن تاخد ده بقى من مكانه كده 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 توديه هنا. حلو، وبعدين يكون اتجاه المحصله دائما من ذيل احداهما الى راس الاخر، يعني بالمنظر ده كده. حلو كده؟ هنا الراجل في الرسمه اللي انا رسمتها هنا انا ما حركتش ده،
او ما حركتش ده، ما حركت اللي فوق. يعني ده يا جماعه ممكن يتحرك يجي هنا، او ده ممكن يتحرك يجي تحت هنا. انا حركت ده هنا كده، فانا عملت ان المحصله بتاعتي كده. لو بصيت لدي ولدي هما نفس الاتجاه، ده رايح كده وده برده رايح كده. ده لو انا عايز اعرف اتجاه المحصله بيجي ازاي في العموم. طيب انا بقى لو عايز احلل المركبه زي ما قلنا، حضرتك لو انا قلت لك عندنا قارب يعبر نهر به تيار مائي عرضي، ده قارب اهو. المفروض ان القارب كان ماشي كده، بس مره واحده لقيناه ماشي كده. تفتكر ليه؟ عشان كان في تيار ميه كده. لو انا اديتك المحصله دي وعايزك تجيب لي ده وده، هتقول لي بقى ايه؟ يبقى انا لازم ادي لك الزاويه ما بين حركه القارب الحقيقيه والحركه اللي هو كان المفروض يمشيها اللي هو اتجاه حركه القارب. ساده بنعمل ايه؟ بنقول مطرح ما الزاويه تنام بنجيب الجيب التمام ونشتغل نفس طريقه الحل الايه؟ السابقه. طيب لو عندي سرعتين نسبيتين متعامدتين، السرعات النسبيه تخضع لجبر المتجهات زي ما انت شايف. ده طبعا كله تطبيق على اللي انا قلته. يعني مثلا لو ده الاتجاه الاولاني وده الاتجاه الثاني، فده المحصله بتاعتك، دي المحصله بتاعتك، دي المحصله بتاعتك. ولو بصيت كل مره في المحصله هيها ايه؟ نفس الكلام. خلاص. فينا حاجتين لازم تبقى عارفها، اللي هي زي ما قلت لك من شويه يمكن، ودي حاجات هتساعدك قوي وانت بتحل الاسئله، وهي يمكن نقل المتجه من مكان لاخر دون ان يتغير اتجاهه. ان انت تاخد المتجه من مكانه توديه هنا او ترجعه تاني وهكذا. رقم الثانيه هي عكس اتجاه المتجه وتحط اشاره سالب. عكس الاتجاه هي في السرعه النسبيه يمكن تغيير الاتجاه، ولكن يجب عكس الايه؟ الاشاره. يعني انا ممكن اعمل ده عادي واعكسه، بس اقول ان هو باشاره ايه؟ سالبه. تعالى بقى يا سيدي نشوف سؤال كده حلو بيقول لك ايه؟ في سياق جديد الهبوط عبر الريح، بيقول لك ايه؟ في يوم عاصف تهب الرياح الجانبيه على المدرج. لو قادت تيار الطائره بشكل مستقيم ستدفعها الرياح خارج المدرج. يعني ايه؟ يعني انا لو انا مثلا ده كان اتجاه الطياره بتاعتي، حلو كده، وراح جاي شويه رياح جايبينها من هنا كده مثلا، جايه من هنا كده مثلا، جايه من هنا كده مثلا. حضرتك انا دلوقتي كان معايا سرعه بتاعه المحرك نفسه، صح؟ ومعايا الناحيه الثانيه هنا مثلا كده او كده او كده. هنفترض ان احنا معانا بنتكلم عن الحاجات اللي هي العموديه مثلا، ده مثلا اتجاه الرياح وعلى سبيل المثال. هل تفتكر لو المنظر كده هل الطياره هتمشي في مسارها؟ لذا يوجه التيار مقدمه الطائره في اتجاه الرياح اللي هي زاويه مين؟ الانحراف، اللي هو عشان ما ايه؟ ما تودوش في حته. ساعتها سرعه الطائره زي سرعه الرياح يساوي محصله المستقيمه امنه على طول الايه؟ المدرج. بص يا سيدي، عندك هنا معلومه مهمه جدا بيقول لك ايه؟ ودي معلومه بره الدرس. بيقول لك سفينه جاليليو عام 1632، ده كانت معلومه لنفسك يعني. تخيل جاليليو مقصوره مغلقه اسفل سفينه تتحرك بسرعه منظمه. يعني الراجل تخيل ان هنا في ايه؟ مقصوره كده. بيقول لك ايه؟ الماء يتساقط واسماك تسبح، يوجد ولا يوجد اي دليل داخل المقصوره يكشف ان السفينه تتحرك. حلو. بص الراجل ماسك دلوقتي الميه بتاعته وبيصبها بالمنظر ده، ولكن يا جماعه هل قدرنا نحدد السرعه؟ قال لك لا. ليه بقى؟ ده مراقب من الخارج، لو بص عليها زي ما انتم شايفين عشان هي ماشيه. هو بصوا تعالى نتخيل بس مع بعض، ده اتجاه قطرات الميه اللي جوه، حلو كده عشان الناس تبقى فاهمه الصوره دي. بس السفينه كانت ماشيه كده، فالطبيعي ان المراقب اللي بره يشوفها ماشيه كده، اللي هو زي ما انت شفتها من جوه هنا كده. طب الراجل اللي جوه لو انا قاعد معاه جوه، فاحنا الاثنين هنا نفس السرعه، فالراجل لما يتساقط هنشوفها في خط ايه؟ مستقيم، عشان احنا الاثنين في نفس الاتجاه. لو انا دلوقتي خدت بالي تاني الحته دي مهمه قوي. لو انا دلوقتي قلت مثلا على سبيل المثال ان انا معايا واحد قاعد جوه مين؟ جوه السفينه. الراجل اللي قاعد جوه السفينه ده كان ماسك حاجه بيرمي ميه، هو جوه السفينه شايف الميه بتنزل كده. بس لو واحد بيراقبها من بره هيبقى شايفها نازله كده. ليه نازله كده؟ عشان حضرتك ده كان اتجاه حركه السياره، وده او اتجاه حركه الايه؟ المحرك، وهنا في نفس الوقت ده كان اتجاه مين؟ الميه. فالمحصله لازم تكون فين؟ في النص. عشان كده شفنا الميه بالمنظر اللي قدامك ده. تمام؟ طيب هنا عندك حاجه اسمها تحليل المتجهات، لسه قايلين من شويه، اللي هو مطرح ما الزاويه بتنام كنا بنحط الجيب التمام، فالفي اكس دايما بتساوي في كوزين سيتا، والفي واي بتساوي في ساين السيتا. تمام؟ السرعه النسبيه قلنا القانون بتاعها دايما بيساوي ان الفي اي بي بتساوي في بي ناقص في اي. اطرح السرعه بتاعت المراقب دائما اللي هي تعتبر عن سرعه الجسم ناقص سرعه مين؟ المراقب. واهم حاجه تخلي لي بالك لو الاثنين مع بعض فالاثنين موجب، لو الاثنين عكس بعض بتحط اشاره ايه؟ سالبه، اللي هو عكس اتجاه الحركه. طيب المحصله اللي هي تركيب ممكن تقولوا ان هي في 1 زي في 2 لو احنا ايه؟ عايزين ايه؟ نجيب الراس عند الديل زي ما قلنا،
بس اهم حاجه تخلي لي بالك طبعا لو فيثاغورس لو متعامده بناخد الكلام ده. تذكر دائما ان السرعه مقدارا واتجاها، السرعه لها مقدار واتجاه، والمثلث 3 4 5 وفر وقتك اللي هو 3 و4 و5 طبعا، وحدد الاطار المرجعي قبل ان تبدا الايه الحل. تعال نشوف اول مثال. حضرتك دي كلها اسئله بقى كتاب المدرسه. الراجل بيقول لك ايه؟ اوجد الزاويه التي تصنعها المقدمه مع ضفه النهر. خلي بالك بقى من الاسئله دي، احنا في الفيديوهات بنقسم لك كل حاجه بالراحه، ولكن في الحصص بتاعتنا احنا شرحنا كل الكلام ده في اول حصه. بص، احنا اتفقنا من شويه ان القارب كان ماشي كده خلاص، واحنا اثرنا عليه بسرعه في هذا الاتجاه، سرعه رياح او سرعه تيار الميه او غيره كانت ب6، فالطبيعي ان المحصله بتاعتك كانت في النص. فبنجيبها ازاي؟ ساعتها بنقول ان الفي توتال او الفي النسبيه بتساوي الجذر التربيعي بتاعنا ل3 تربيع زائد 6 تربيع. طلع الكلام ده بكام؟ 3 تربيع زائد 6 تربيع طلع كان 3 تقريبا جذر 5. مظبوط كده؟ كده انا جبت المحصله بتاعتي اللي هي كانت كام؟ 3 جذر 5. انا عايزك بس تتخيل معايا شويه ان القارب كان نفسه يمشي كده واحنا اثرنا عليه بكده، بس هو في الاخر راح هنا. فاحنا بقى عايزين نعرف لو هنا ضفه النهر اهي ودي ضفه النهر الثانيه خلاص، او هنا مثلا تخيلنا ان ده ضفه النهر هنا، خلي ضفه النهر هنا كده، وضفه النهر الثانيه كانت هنا كده خلاص. ضفه النهر بتاعتنا اللي كانت هنا دي انا عايزك تجيب لي بقى ايه؟ الزاويه اللي مال بيها على ضفه النهر. بص ساعتها احنا هنقول له ايه؟ احنا عايزين نجيب الزاويه دي. انا معايا ده ب6، فلو انا نقلته الناحيه الثانيه بالمنظر ده كده 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 لحد ما شلته ووديته لحد ده كده، خدته لحد هناك كده، فساعتها بقى عندي هنا كام؟ 6، وهنا عندي كام؟ 3. ده بالنسبه لي للزاويه سيتا اسمه مقابل، تمام؟ وبالنسبه ده اسمه مجاور. فلو انا دلوقتي عايز اجيب الزاويه دي يبقى اقول له ايه الزاويه دي بتساوي ايه؟ اقول له مثلا تان سيتا، تان سيتا بتساوي المقابل اللي هو 3 على ال6. يطلع الكلام ده بكام؟ بنص. اخش على آلة الحاسبه واقوم مطلع الزاويه دي. طب انا عايز اجيب الزاويه اللي بدا يميل بيها عن الضفه اللي هنا. بقت بسيطه خالص. لو عايز اجيب الزاويه دي اقول له الزاويه دي في هنا مقابل وده ماله مجاور، يبقى تان سيتا بتساوي 6 على 3 اللي هي ب2، واخش على الحاسبه واطلع الاجابه زي ما احنا شفنا هنا كده. تان سالب 1 دي اللي هي معناها شيفت تان 6 على 3 يطلع الرقم اللي قدامك ده، تمام؟ طب لو انا حبيت اجيب الزمن اللازم للعبور، صلى على النبي. هو في كتاب المدرسه قال لك ان المسافه اللي كانت ما بين الضفه والضفه كانت 60 متر، ولكن في الحقيقه يا اولاد هو عامل لي ده دي ضفه اهو. انا بس نمسح عشان تشوف الكلام اللي انا عامله ده خالص، امسح كل الكلام ده خالص اهو. بص دي ضفه ودي ضفه. احنا دلوقتي اتفقنا ان ده طلع بكام؟ ب5 جذر 3، طلعناه بفيثاغورس زي ما اتفقنا. حضرتك الراجل قال لك احنا مشينا كل المسافه دي اللي هي بكام؟ ب60 متر. حلو. للمصداقيه بقى، لو هل انا مشيت دول؟ لا، انا في الحقيقه مشيت دول. يبقى انا يا جماعه لما اجي اجيب انا مش محتاج طول دي، انا محتاج طول دي. طب اجيبها ازاي؟ مش انت لسه جايب لي الزاويه دي؟ فانا ممكن ارسم مثلث ازاحات. اقول له هنا ازاي انا طلعتها دي، ولنفترض ان احنا طلعناها بكام؟ ب 63 و4. ده كان بكام؟ ب 60، واقفل المثلث بتاعي كده. فلو انا عايز اجيب طول الضلع ده باستخدام فيثاغورس، معانا المجاور ومعانا الوتر، فاقول له كوزين سيتا بتساوي المجاور 60 على الوتر. يبقى لو انا عايز اجيب الوتر هيطلع لي تقريبا 67 تقريبا، اللي هو هنضرب نقسم عفوا ده على ده يطلع لي 67. يبقى ده بالنسبه لي كام؟ 67. ما تنساش اهم معلومه اللي هي ايه؟ ان يا جماعه احنا عندنا مثلث بتاع السرعه، ان السرعه بتاعتنا بتساوي مسافه على زمن. عايز الزمن يبقى مسافه على مين؟ على سرعه. عايز السرعه يبقى مسافه على مين؟ على زمن. عايز الزمن يبقى مسافه على سرعه. طيب سؤال تاني بيقول لي هنا ايه؟ دراجه تتجه غربا بسرعه مقدارها 5 متر لكل ايه؟ لكل ثانيه. يشعر الراكب برياح شماليه. بص بقى بالك عشان السؤال ده فيه لبس شويه. لما اجي اقول لك ان الراجل ده كان ماشي زي ما انتم شايفين في هذا الاتجاه، حلو؟ اللي هو غربا، وجاله رياح شماليه يعني جاله من الناحيه دي، فالطبيعي ان هو يجي ناحيتك كده، حلو؟ بعيدا عن ان هو جالك كده، في نقطه مهمه جدا. لو انا قلت لك شعر برياح في اتجاه الشمال، يبقى ساعتها مش هيبقى رايح كده، هيبقى رايح كده.
يعني الرياح مودياه في اتجاه الشمال، بس لو شعر الراكب برياح شماليه، الرياح الشماليه تعني انه تتجه نحو الجنوب، وبالتالي يا اولاد ساعتها هنروح ناحيه مين؟ ناحيه الجنوب. حلو كده؟ كلام جميل. حضرتك عايز تجيب المحصله هتحطها هنا في النص هنا، يبقى الفي توتال هتساوي، او الفي النسبيه هتساوي 5 تربيع زائد 5 تربيع، يطلع 5 جذر 2 اللي هي اجابه السؤال زي ما انتم شايفين. الراجل كان عايزك تجيب له المقدار، طلعت 5 تربيع زائد 5 تربيع. طب والاتجاه؟ انت حضرتك عايز تشوف اتجاهه بكام؟ هو كان ماشي كده، هنا كام؟ 5، هنا كام؟ 5. يمكن نقل المتجه من مكان الى اخر، بقى عندنا هنا كده 5. عايز اجيب السيتا دي، فتان سيتا هتساوي 5 على 5 يساوي 1، ومنها السيتا تساوي كام؟ 45 درجه. يبقى الراجل ده مال عن مساره، هيمشي كده هون عن مساره 45 درجه. السؤال اللي بعده بيقول لي السؤال بتاع الطائره. شوف يا سيدي، لو بصينا بكل بساطه كده على السؤال بتاع الطياره، الراجل المره دي ما ادانيش السرعه اللي كانت على الارض، ولا اداني السرعه اللي كانت افقيه. الطياره طالعه كده. انا دلوقتي معايا ده او ماسكه محلله لمركبتين، واحده هنا واحده هنا. هنا في 5 يبقى هنا في 5، هنا في 5 يبقى فوق برضو 5. الزاويه هنا بكام؟ 30، يبقى هنا كوزين 30. طب هنا يا جماعه ساين 30، ده كان 50 عفوا، 50 ساين 30 اللي هي بكام؟ ب 25. 50 كوزين 30 اللي هي تقريبا ب 44 ونص. نقرا السؤال. تصعد طائره بسرعه مقدارها 50. انا حللت خلاص. بيقول لك اوجد الارتفاع، يبقى انا محتاج الحته دي. اهو ما انا جاي راسم كده. انا دلوقتي معايا الحته دي، ومعايا الحته دي، ومعايا الحته دي اللي هي دي. السرعه دي بكام يا اولاد؟ ب 25 متر كل ثانيه. ليه يا مستر؟ عشان يمكن نقل هذا المتجه من مكان الى اخر دون ان يتغير ايه؟ موضوعه. بقينا في كام؟ 25 متر كل ثانيه. جميل قوي. والزاويه دي بكام درجه؟ 30. وانت عايز تجيب لي ايه؟ عايزك تجيب لي الارتفاع خلال زمن قدره 10 ثواني. احنا متفقين على حته ان الفي بتساوي دي على التي. يبقى لو انا عايز اجيب الدي في في التي، في في التي، طلعت الاجابه ب 250 متر. حلو كده؟ طيب هو لو كان عايز يا اولاد المسافه، ده سؤال تاني. بيقول لي طائره تتحرك بسرعه 60 زي ما انت شايف، بزاويه مقدارها 30. نفس الكلام، هناخد الكلام هنا نحط هنا كام؟ 60 كوزين 30 وفوق 60 ساين 30. وبعدين قال لي اوجد ارتفاع خلال 5 ثواني. يبقى انا محتاج اجيب له دي برده. خد دي وديها الناحيه الثانيه. 60 ساين 30 هي بكام؟ 30. يبقى هنا دي 30 خلال 5 ثواني. الدي بتساوي في في التي، 30 في 5 يطلع برده كام؟ 150. لحد هنا يا بابا لو خدت بالك يبقى احنا كده خلصنا المحاضره الاولى كامله. ان شاء الله تستناني بقى في فيديو الحل باذن الله. اتمنى ان انت تكون فهمت حاجه في اي حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.